معقولة الجمال ده كله يطلع من شوية بلح وكمان لفة جلاش؟ هنعمل حلو من غير بقى ما نورق ورقة ورقة، وهنعمله كله دفعة واحدة وهتاكلي أحلى حلو. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. في البداية هنحضر الشربات بتاعنا. معانا كوباية سكر، كوباية وربع مية، وهنرفعهم على النار. أول ما يغلوا هنعصر نص ليمونة وهنسيبهم كده حوالي 7 دقايق لحد ما يبقى شربات متوسط معانا. معانا بقى بلح رطب، وكمان قشرته وفصصته كده وقسمت البلحية لنصين. معانا لفة الجلاش، هاخد كل 3 ورقات هدهنهم كده دهنة بسيطة من السمنة، وبعد كده هرص البلح بالطول كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هتنيها على طول على البلح، وهحاول كده اساوي، وبعد كده هدهن دهنة سمنة والف، ادهن دهنة سمنة والف. وسهل جدا وبسيط، مش هتاخد منك وقت خالص خالص خالص، سهلة جدا وتشكيلها بسيط. والحشو بقى اختياري، لو انت مش حابة البلح الرطب ممكن تحشيها اي حشو انت تفضليه. كل 3 أو 4 ورقات هندهن دهنة سمنة، بعد كده البلح كده هنرصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنتني اول حرف. يعني انا بسيب اول طرف كده من الجلاش مش بدهنه ولا كمان بحط فيه البلح، بعد كده بمسك منه واتني على طول على البلح والفه بالشكل ده. بس بسيط جدا وسهل ومش هياخد منك وقت خالص، وهتخلصي لفة الجلاش كده في ثواني. بعد كده صينيه مدهونه سمنه وهرص فيها الجلاش. عايزه اقول لكم بقى ان الحشو بتاع البلح ده حلو جدا ومفيد وكمان مغذي للاطفال، وحشو بسيط وسهل وكمان اقتصادي. يعني لو عندك شويه بلح هتعملي حلو بيهم سهل جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الجلاش كده احنا مش بنلفه، يا دوب بنطبقه على بعض كده بالشكل ده. خلاص كده انا خلصت يعتبر لفه الجلاش، حطيتها كلها في الصينيه، وبعد كده بقى قطعيها اي تقطيعه انت حباها. انا قطعت كده تقطيعه بالشكل ده علشان انا عايزاها تتقطع كده دفعه واحده وشكل واحد، فقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفرن كنت مشغلاه على درجه حراره متوسطه، وحاطه الرف او الشبكه في الرف الوسط، وبعد كده هدخل بقى الصينيه بتاعتنا. مش بشغل الشوايه عليها، بسيبها كده، بشغل الفرن بس من تحت وبسيبها تحمر من فوق ومن تحت. بعد بقى ما قطعتها هدهنها دهنه سمنه كده، بس هدهن بقى دهنه سمنه كويسه جدا، وهحاول كده ادخل السمنه في الفواصل وهدخلها بقى الفرن على طول. اول ما تطلع وهي سخنه، وطبعا انا سبت الشربات برد معانا، هسقي بيها بقى على طول. هسقي الجلاش كده على طول بالشربات، وبعد كده بقى هنسيبه يهدى معانا، وهتاكلي بقى احلى حلو مقرمش وكمان هش كده من جوه وجميل جدا. والبلح كده تحسي ان هو ساح او طري كده معانا وبقى جميل جدا. حشو بسيط وسهل واقتصادي وحلو كده، مش هياخد منك وقت. ولو انتي مش حابه حشوه البلح ممكن تعملي اي حشوه تانية، جربوها والف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكمان المتابعه.